السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي لم يحضر، ورحيل ريبيرو أمر بقى لابد منه لمصلحة الأهلي. بس قبل ما أقول لك أي حاجة صلي على حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أنت مش متابعنا تابعنا عشان ما يفوتكش كتير، وما تنساش اللايك على الفيديو لأن دعمكم لينا هو اللي بيخلينا نستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هزيمة الأهلي اليوم أمام بيراميدز أصبح أمر واجب وأمر مفروغ منه، مش محتاج شرح، إن ريبيرو لازم يمشي. الراجل ده خلاص، أنا قلت لك في فيديو سابق، مش جاي لك النهارده أكلمك في فنيات. قلت لك قبل كده في فيديو سابق إن الراجل ده هو نفس عيوب مارسيل كولر في آخر أيامه، بالإضافة بقى لكام أوبشن زي الفل. ما بيعرفش يوظف ولا عنده فكر، وخطة واحدة تحس إن هو خطة واحدة وما بيعرفش يلعب غير بيها. أنت ليه يا عم مصمم على إن أنت تخترق من العمق ودمرت الاطراف؟ مفيش توظيف للعيبه عيد. النهارده الاهلي ما جاش. عارف ان ما ينفعش نحمل المدرب المسؤوليه كامله، لان اللعيبه النهارده برضه في عندها كلام، لكن 90% يتحمله خوسيه ريبيرو. قلت لك في فيديو سابق ان الراجل ده محتاج وقفه من اداره النادي الاهلي، ومش من دلوقتي. والله انا ما زلت مصمم على رايي ان عماد النحاس، الكابتن عماد النحاس، اتظلم انه ما راحش كاس عالم. الراجل ده جاي بيخترع، جاي يتفسح في النادي الاهلي. والله إدارة النادي الأهلي فنيا كبيرة عليه قوي. الراجل ده ما ينفعش يدير حتى مركز شباب. انت شفت ودى مستوى النادي الأهلي فين؟ هو ده النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي أحسن حاجة عملها النهاردة إنه لخصها، اداله كلمتين في دماغه. أتمنى إن إدارة النادي الأهلي تكون سمعت مطالب جمهور النادي الأهلي. ارحل يا بقى يا عم، خلي عندك دم. العب بقى يا عم، خلي عندك دم. يا بسيرو امشي، خد جهازك وامشي. والله يا اخواتي الواحد تعبان وما في حل يتكلم، بس الواحد حرقة الدم مخلياه مش طايق نفسه. ايه يا عم اللي احنا وصلنا له ده؟ اتمنى طلب من ادارة النادي الاهلي كابتن عماد النحاس يمسك ادارة النادي الاهلي فنيا تاني، لحد ما ادارة النادي الاهلي تشوف حد مدرب جيد مستواه يليق بنادي كبير ونادي عظيم زي النادي الاهلي. الراجل ده هيخلينا نقول ولا يوم من ايامك يا كولر. والله العظيم احسن حاجه حصلت في الماتش النهارده جمهور النادي الاهلي العظيم. ايه يا اخي العظمه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ والله العظيم اعظم جمهور لاعظم نادي. الناس لحد اخر ثانيه في الماتش بتشجع وبروحها وبدمها كلها في ظهر النادي الاهلي، كأن الاهلي اللي كسبان مش الاهلي خسران. اتمنى رساله الجمهور العظيم ده تكون وصلت لاداره النادي الاهلي. لو وصلتم لهنا انتوا مجدع ناس. سلام عليكم.